بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله صلاه تنحل فقط الفجر والفروض. من داخل جمعيه الامل الخيريه بالربع برئاسه الاستاذ ياسر عرفه، ويوم 24 رمضان 1446 هجريه 24 مارس 2025. ومعانا الشيخ احمد حبيب ابن ميت غريطه الحبيبه، وطبعا اهلنا الطيبين في ميت غريطه النهارده من داخل الجمعيه. وطبعا كباب الحله لحمه حمراء، كباب حله بسم الله ما شاء الله مع حضراتكم. صلى على الحبيب النبي، عشر الحبيب النبي صلى عليه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك. النهارده طبعا الوجبه 950 وجبه مكرونه بالصلصه، و950 وجبه لحمه مع حضراتكم. وما هنعمل لقاء مع الاستاذ ياسر عرفه رئيس الجمعيه الخيريه بالربع الان باذن الله عز وجل. زي ما حضراتكم شايفين ده مكرونه حمراء بالصلصه طبعا، والخلطه الجميله الشهيره بداخل جمعيه الامل الخيريه بالربع. ومعانا الاستاذ ياسر عرفه رئيس الجمعيه الخيريه. النهارده يوم 24 استاذ ياسر بعد اذن حضرتك. اليوم حضرتك يا فندم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا استاذ خالد. استاذ ياسر النهارده يوم 24 بخير مارس 2025 24 رمضان 1446 هجريه 950 وجبه يا جمال حبيب النبي، عشر حبيب النبي صلى عليه. جمعيه الخيريه من 2011 وتسابق الزمن اداره وطبعا واراده وتحدي مع اهل الخير ولاهل الخير. حاج ياسر كلمه من حضرتك النهارده في اليوم الجميل اللي احنا كلنا بننتظره داخل جمعيه الامل. والله بنقول كل سنه وانتم طيبين، واهل الخير واهل الفضل واهل العطاء، الناس الطيبين المحترمين بالخير. المائده دي بقى لها سنوات طويله، حوالي 18 سنه هي ماشيه بفضل الله ثم فضل الناس المتبرعين الافاضل بيراسموا فينا وبيراسموا التبرعات اللي بتروح في المكان المناسب. وربنا يا رب يقدرنا على يعني هذا العيد الجديد، ويقدرنا يعني نبقى قد الثقه دايما قدام الناس ديت. الناس دول بيدعمونا بكامل تبرعاتهم الماديه والعينيه، ثقه مش فيا بس في المجموعه كلها. طبعا في فريق عمل كبير الحمد لله فضل وحده. بس انا عندي توضيح للمائده. المائده طبعا من 950 وجبه. التوضيح كان امبارح ما كانش مائده. المائده شغاله ان شاء الله يمكن كمان اواخر الشهر اليومين الجايين. امبارح طبعا كان في حدثين. الحدث الاول كان مائده عباره عن وجبه كانت معمر وطبعا فراخ. الحدث الثاني دي كان افطار جماعي ما كانش مائده، لان طبعا اللي يشوف الوجبات دي يقول احنا بنطبخ اطناب من اللحمه وفيها طبعا اهدار او فيها تبذير. الحدث الثاني كان في نفس اليوم موافق 23 رمضان، ده كان افطار جماعي، والافطار ده متعودين عليه بقالنا سنوات طويله. يعني بنقول مش هنقول كل المتابعين بس معظم المتابعين، لان في من الناس من المتابعين ما لهمش الحظ ان يحضروا لبعد المكان او لظروف معينه. فكل من تبرع معانا بنجمع الاحبه كلهم اللي اتبرع بنفسه واللي اتبرع بالمال واللي اتبرع بالعين. حاج ياسر اقطع حديث حضرتك. احنا النهارده بتحس شوف الجمال من حب الفريق وتيم العمل داخل الجمعيه. مبسوطين بنهايه زغاريط وابتسامات وجمال ما بعد جمال. تعلق حضرتك على الزغاريط دي تقول ايه؟ ده جاي من البهجه والفرحه، وهم فريق عمل هنا كله شغال بروح واحده، مبسوطين جدا هم شغالين. نعم بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج ياسر، ربنا يبارك. بيودعوا الشهر يعني. ونعمل اداره يا حاج ياسر والله، الله يبارك فيكم جميعا. عايز اقول بقول ان الافطار الجماعي اللي اتجمعنا كلنا، كل المتابعين، كل من ساهم بالعمل، كل من ساهم بالمال، كل من ساهم بالحاجات العينيه، الله يفتح عليك. كل من ساهم نفسه من صغير لكبير. الله يفتح عليك. سواء بقى تقول اللي موصل، اللي بتكتب منظم، اللي موزع، اللي مغلف، اللي معبي، اللي بيطلع. نعم. فبنجمع في يوم كل، بس هو اصلا بقى اليوم ده هو خاص بينا، يعني ما فيش فيه طبخه او فيه
حاجه خاصه بالمائده. نعم. اليوم تصادف المائده والعزومه. نعم. فتوضح بس اوضح الحدث ده ماشي مع الباشا. مختلف تماما عن المائده بحالها والعزومه بحالها، دي حاجه خاصه بينا احنا مالهاش علاقه نعم. لا بالمائده ولا علاقه بالتبرعات. نعم. ولا علاقه بالعمل الخيري تماما. الله يبارك في عمرك يا حاج. نجمع نفسنا بس نعمل عمل افطار جماعي مع بعضنا. نعم يا فندم. شكرا يا استاذ. نقول لحضرتك كل عام وانتم بخير يا فندم. سلام طيبين. وربنا يبارك في عمرك ويبارك في الجمعيه الخيريه جمعيه الامل، وهي فعلا جمعيه الامل وجمعيه النور وجمعيه الصدق والعهد والامانه وكل حاجه. شكرا جزيلا لحضرتك بالتوفيق معاك يا فندم بقلبنا وبروحنا والله العظيم بكل امانه. الله يبارك في الجمعيه والقائمين عليها. شكرا للساده المتبرعين، شكرا للساده القائمين، شكرا لفريق العمل. كل عام وانتم بخير يا فندم. شاكرين. بسم الله ما شاء الله. شكرا لحضراتكم. الله اروع. كل عام وانتم بخير مع الباشا. ولا اعظم من كده مش هتلاقوا. كل مجموعه تيم عمل على اعلى مستوى. جمعيه الامل مناره بجد وبامانه. واقول لحضراتكم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني الربع والبلاد المجاوره بالكامل بتنتظر هذا الحدث في كل عام ان شاء الله الكريم لطبعا تبرع اهل الخير واهل جود والارقام. شكرا جزيلا لحضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير. أسألكم الله الذي لا يضل ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكريم وعظم كرامته قبل رزقه على الله. التوفيق حبيبي التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. سلام الله. كريم فتح يعني امتلكني كل عام وحضراتكم. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن كل عباد. وحوي يا وحوي وكمان وحوي. رمضان كام قولوا معانا هالهلال. رمضان كريم يا جماله. رمضان كريم فوانيس ولعة لمبة وشمعة. رمضان كريم زي العادة من تعالى وكل يوم عندنا في جديد. رمضان كريم والله يوماتي وخدي وهاتي وكل ايد بتناول ايد. وحوي يا وحوي وكمان وحوي. رمضان جانا قولوا معانا. الله يبارك